السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة وراحة بال يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. النهاردة كده انا يوم مختلف، يوم الجمعة ده بيبقى يوم مختلف عندنا يا جماعة. فإن شاء الله هنعمل مع بعض سمك مشوي وسمك مقلي وخدنا كده شعلتنا، هي مش عارفة دي اسمها شعلة وبومبا، بيقولوا احنا عندنا هنا اسمها بومبا. فخدتها وطلعت بقى فوق السطح، وابو بطة هيولع علينا الكانون بقى ونشوي بقى، ويوم بسم الله ما شاء الله عليه كان زي العسل. آم، قلت بقى ايه، اول حاجة ابتدي بيها ان انا اعمل الرز. ماشي. عملت بقى الرز طبعا. في انواع من الرز كتيرة. تعملي الرز اللي هو الصيادية اللي هو ببصل، وفي رز انا بقى احنا دلوقتي بنعمل الرز اللي هو الحبة والحبة. فانا بعمل الرز الحبة والحبة دوت عشان عندنا الولاد بيحبوه وابو بطة بيحبه، فطبعا احنا تحت امرهم يعني نعمل اللي هما بيحبوه. طبعا عارفة كلكم يعني ما شاء الله عليكم ستات بيوت شاطرين وزي العسل والله، وانا يعني كلمتين كده بقى من قلبي انا عايزة اقولهم لكم. ربنا يبارك لي فيكم وما يحرمنيش منكم ابدا. يعني شكرا 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 من كل قلبي على الكلام اللي انتوا بتقوله لي، الكلام الجميل اللي بيشجعني ويحفزني. وشكرا لكم على وقفتكم جنبي، ربنا ما يحرمنيش منكم ابدا. اتمنى من كل قلبي ان القناة دي تكبر، والقناة دي والله الواحد يعني الحمد لله الحمد لله برضو م- نفسه ان هي تبقى يعني ايه حاجة كبيرة. ف اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نفسي ان الفيديو ده يبقى فيديو حلو كده وكل اللي يشوفه يعمل لايك ويشترك في القناة. ربنا يصلح حالكم جميعا يا رب. طبعا هنا بقى ايه، الدكة دي ابو بطة عاملها لنا، احنا بنقعد عليها يعني. فقلت اعمل السلطة برضو بعد الرز عشان احنا بنحب السمك يكون سخن اخر حاجة خالص. عملت شوية السلطة دول بقى، اللي هي السلطة البلدي العادية خالص، خيار وجزر وخضرة وكده. ففي إضافة بقى يا جماعة اللي هو البنجر. عارفين البنجر اللي هو الشمندر؟ ده حطوه يا جماعة في السلطة، بيدي السلطة طعم جميل وفوايد على فكرة. المحاصيل الزراعية اللي في الشتاء، بصوا فيروز يا جماعة والله العظيم الله يهديهم، فيروز وفريدة كانوا حواليا ومضايقني. معلش بقى. اظن انتوا خدتوا عليهم خلاص. بقول لكم المحاصيل الزراعية اللي في الشتاء دي ما شاء الله، الرمان والبنجر والبرتقان والسفندي والحاجات دي كلها مفيدة للجسم، يعني سبحان الله ربنا خلقها في الشتاء لحكمة، ان مناعة الانسان محتاجة ان هي تقوى وتبقى يعني تستحمل بقى البرد والحوارات اللي بتحصل في الشتاء ده اهي. فحاولوا ان انتوا كل الخضروات تتحط في طبق السلطة ده، ما يعديش طبق السلطة ده كده هباء يعني، لا لازم أن يبقى زي العسل زي ما بيقولوا كده. انا خلصته هنا. فبرضه هعمل ايه بقى، هعمل الفيروز عمالة هاتي حتة هاتي حتة هاتي حتة. فديت لها واحدة كاملة عشان تبعد عني. انا عندي بقى في الهون هنا عندي راس توم حلوة كده عشان انا هتبل بيه السمك المقلي والمشوي. انا المشوي فتحت بطنه، يعني فتحت 3 لان البنات مش هياكلوه اللي هو مفتوح بطنه ده، انا عارفة ان هو بيكون مقفول يعني، بس عادي ده وده يمشي الاتنين يعني. فعندي هنا توم وليمون وكمون وملح، وحطيت قرنين فلفل كده احمر واخضر. طبعا يا جماعة اليوم ده بيبقى يوم جميل، والله اليوم اللي احنا بنطلع فيه على السطح ويبقى يوم كده فريش وحلو يعني. هو بيبقى ارهاق شوية في شغل الاكل وكده، بس اهو تغيير. انا عن نفسي بحب التغيير يا جماعة، ما بحبش اللي هو الروتين والحاجات دي، لا بحب التغيير شوية فوق السطح شوية تحت. وبعدين السمك المشوي ده بصراحة لما بشويه في البيت تحت بيبقى قالب ريحة البيت يمكن يومين ولا حاجة، يعني بشغل الشفاط والله وبنضف عزكم الله يعني الزبالة بتترمي أول بأول وكل ده. بس بصوا فيروز طالعة لكم فين، أنا مش عارفة أعمل فيها ايه.
معلش بقى يا جماعة، استحملونا بقى، استحملونا، أنا عارفة والله انتوا بتعزونا إن شاء الله وهتستحملونا برضه. وفريدة قاعدة لي هناك. الوقت ده يا جماعة كان الساعة مثلا ايه، قولوا 4 كده، 4 العصر. أنا كده السمك المفتوح تبلته، تبلت من جوه يعني بالخلطة بقى اللي هي التوم والكمون والليمون والحوارات دي. فهعمل بقى ايه الخلطة بتاعت السمك المشوي. في بقى ناس بيختلفوا عليها بقى، في ناس بيكتفوا بيها ان هما بيعملوها بيعملوها كده توم وليمون وخل و... وال... والكمون والملح وكده، يروحوا جايين ايه مزودينه شوية مية وبس. يعني بس انا بقى بحب ان انا احط جزراية، قرنين فلفل، يدوها كده برضو طعم بصراحة يا جماعة. اللهم بارك اللهم بارك، كان طعمه تحفة. يعني ان شاء الله بإذن الله يعني احنا هنعمل على طول كده، ان احنا نطلع على السطح ونعمل كده. لان التسوية على الكانون هقول لك انا، السمك المشوي ده عايز ان هو ما يتعملش على البوتاجاز يبقى حتة واحدة، لا الصاجة كلها يبقى تحتها النار، ماشي، تبقى سخنة مولعة نار برضو. و... وما شاء الله ما غابش يمكن 10 دقايق اصلا على النار، وكان مستوي كله وطعمه زي العسل. فهنا بقى انا بشرت جزرايه وبشرت طماطمايه وقطعت قرنين فلفل، وهحط بقى اللي هو الثوم والكمون والخل والليمون والملح، وزودت كمان الخل تاني لان الخل كان مديها مزازه جميله قوي. وزودت لها شويه ملح كمان لان هي حسيتها ان هي محتاجه ملح. طبعا السمك المشوي بيحب ان هو يبقى متملح بزياده يعني. آه، اهو هنا برضو انا زودت له بقى الملح. فتحت هنا بقى اللي هي البومبة بتاعتنا دي. ما تتريقوش يا جماعة الكلمة دي، والله هي اسمها كده. قولوا شعلة، اللي متضايق منها يقول شعلة. طبعا ابو بطة هناك ولع الكانون. تمام. وهنا بقى ايه، انا عندي العلبة دي يا جماعة مخلياها للدقيق بتاع السمك. تمام. بحط يعني اوقات بقى بيقع فيها ايه اللي هو الفلفل، ببقى متبله الفلفل من بره ومن جوه ببقى مظبطاه يعني. فاوقات بيقع منها الفلفل ده وبينشف، فانا بطلعه دلوقتي ارميه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو وصلتي معايا لحد هنا الله يسترك يا رب، ما تنسنيش في اللايك، الله يكرمك، وتشتركي في القناة. ربنا يا رب كده يرزق كل الناس يا رب، ويوسع على الناس كلها، ويصلح أحوالنا جميعا يا رب، ويهدلنا بالنا، ويرضينا ويرضى عننا يا رب. هنا بقى بصوا الطاسة بتاعتي خدت 3 سمكات. بصوا بقى هنا الصاجة مولعة نار، الصاجة مولعة يعني حرفيا مولعة. هنا بقى انا ايه، انا اللي كنت ماسكة بقى الكاميرا يا جماعة، قلت اوريكم بقى. بصوا انا جايبة بطتين وكتكوتين. ان شاء الله باذن الله يعني لرمضان، يعني كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تعود علينا الايام بخير يا رب. طبعا هنا بقى دي اسمها الردة. الردة ديت حطيت عليها شوية ملح، وعايزة وبصراحة بيبقى ضروري يعني ان انت تحطي كمون، بس ما فيش حد من البنات راضي ان هو ينزل يجيب لك كمون يعني وهو تحت، فقلت عادي بقى. آه بصي ما شاء الله اللهم بارك يا رب، كان طعمه تحفة تحفة. اللهم بارك يا رب، وربنا يصلح احوالكم يا رب ويرضيكم ويرضى عنكم. السمك ده انا بحب ان انا اتك عليه شوية، اتك كده على السلسلة بتاعته علشان يعني افكه عن بعضه كده. بتسمعي حتى صوت طقطقه كده كأنك بتطقطقي ظهر حد. هنا بقى حطيته رصيته. بس حسيت ان هو عايز يتزنق شوية عشان يجوا ايه. انا كنت جايبة 2 كيلو، ال2 كيلو دول طلعوا 10 سمكات. فقلت هنشوي 5 ونقلي 5. بس بصراحة يا ريتنا كنا شويناه كله بصراحة، لان هو الشوي كان احلى واطعم بكتير يعني. بس هنا بقى ايه، قلت اطلع بقى السمك على شوية جرجير، اي خضرة عندك كده. بصوا النار فظيعة. بس قلت بقى اقلي السمكتين دول كمان. ما شاء الله بصراحة كان يوم جميل يا جماعة. انا الصندوق ده على فكرة حاطة فيه بصل.
وشوية ألعاب كده للعيال ومش عارفة ايه، متفهموش ايه اللي جاب ده لده بس. هو اتحط كله في قلب بعض. بس بقى بصي حطيتها هنا كده في المصفى دي، وتنزلي بقى عليها بايه بالخلطة بقى، تحفة اللهم بارك، تحفة حاجة كده بتاكلي سمك كأنك جايباه، وقسما بالله احلى من اللي انت بتجيبيه من بره. تتبيلة حلوة، السمك متشرب كله، حاجة كده اللهم بارك. وهنا بقى ايه، حطيت بقى الرز والسلطة والسمك، وكنا قبل المغرب يمكن ب10 دقايق كده. بس بقى، وما تنسيش بالله عليك اللايك، وربنا يصلح احوالكم جميعا ويرضيكم ويرضى عنكم، اللهم امين يا رب. هنا بقى فريدة بتقول لكم باي، وهتديكم بوسة زي العسل. مع السلامة.